سبحان الله يا جماعة، نحن على دوار المالكي بدمشق معنا هاي السيارة، فاجت سيارة اجرة هاي الصفرة عم تصف، فسبحان الله ضرب لنا السيارة هيك من ورا، فنزلت انا اشوف شيء. فللوهلة الاولى لما شافني لابس عسكري ارتعب يا جماعة، يعني الشعور لو شوفوا وجهه كيف صار. فقلت له طيب ماك شايف سيارة؟ قال والله بالغلط كذا، طلعت هيك سيارتنا ما فيها شيء. قلت له يلا بسيطة استعين بالله. فلما قلت له استعين بالله امشي، صفن هيك استغرب، يعني انه ما بدي منه شيء ما كذا. فقال الله يجبر بخاطرك، وركب سيارته ومشي. فسبحان الله استحضرت موقف انه ايش قد كان هذا النظام عامل للرعب. يعني لو هلق هيك سيارة لحدا من نظام بشار الاسد من المجرمين واجا ضرب له اياها، شو راح يصير فيه؟ يعني اقل ما هنالك ممكن ياخذوا له السياره، اذا ما سجنوه دفعوا له غرامه وعملوا له 100 قصه وقصه، انت معناتها متقسطه وفي شيء مشان الدوله وبده يفوتوه في 100 حيط. فطلعت هيك سبحان الله، الحمد لله اللي الله عز وجل مكننا من هاي البلاد وجعلنا نوصل لهدول الناس اللي كانوا عايشين في هذا الظلم وهذا القهر. نسال الله عز وجل يديم علينا هذا التمكين وهذا الامن والامان، ونسال الله عز وجل يقوي المحبه بين قلوبنا. ما في شيء اسمه جيش ومدني بس، لازم كلنا نكون على يقين انه نحن اخوه بهذا